السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا متحمسه جدا لفيديو النهارده لاني هشارككم حاجه بحبها قوي. وبما اننا في الاجازه وفي صيف وتجمعات وبنبقى عايزين لعب وانشطه، فقلت اشارككم الفكره دي لان اكيد هتنفعكم. تعالوا نشوفها سوا. لعبتي المفضله، بس تخيلوا دي بازل 1000 قطعه. تخيلوا هتبقى ممتعه وتحفه ازاي. بجد احلى حاجه فيها ان هي بتجمع الاسره كلها وبيبقى وقت ممتع جدا. تعالوا بقى عشان أعرفكم على شوية تفاصيل عنها ونصايح لما تيجوا تشتروها وتركبوها. أول حاجة، البازل دي من براند اسمه إيديكا. ده براند أسباني. تقريبا كان في منها 500 قطعة، وكان في 1000 وفي 5000. في أرقام تانية كتير أنا شفتها على النت بس معرفش متوفرة فين. بس اللي أنا جبتها دي 1000 قطعة. أنا شايفة إن هي مقاسها كويس قوي. كمان البازل دي مناسبة من سن 14 سنة فما فوق. بس لو في سن أصغر شوية ممكن عادي يتعامل معاها، ولو الأسرة كلها متجمعة وبتركبها مع بعض. أبعاد البازل دي تبقى 68 سنتي في 48 سنتي. ومن ضمن الحاجات اللي مكتوب عليها ان هي بتبقى جاية مع البازل، بيجي معاها نوع من الجلو او اللزق الخاص بيها. هقول لكم كمان شوية ممكن نعمل بيه ايه. تعالوا بقى نفتحها ونشوف شكل القطعة بتاعتها من جوه ايه. ده الجلو اللي قلت لكم عليه من شوية. مكتوب عليه التعليمات وطريقة استخدامه. هو بيبقى عبارة عن باودر، وبيتخفف بالمية وبعدين بيتلزق، وكل حاجة مكتوب عليه ازاي هنستخدمه. الفكرة فيه ان احنا بعد ما بنخلص البازل خالص ونركبها ونكون خلاص مش عايزين نفكها تاني، بنحط الجلو ده عليها بحيث ان هو هيثبت القطع مع بعضها. انا ان شاء الله ناوية ان انا لما اخلصها استخدم الجلو ده وهحطها في برواز. حاسه ان هيبقى شكلها حلو قوي، خصوصا ان الرسمه كولرفول كده وفيها الوان وشكلها حلو قوي. يلا نفتح بقى الكيس ونشوف شكل القطع والماتيريال بتاعتها ايه. الماتيريال بتاعت البازل حلوة قوي، بس زي ما انتوا شايفين كده القطع صغيرة جدا، فكده سهل ان هي تضيع. فنخلي بالنا واحنا بنجمعها. ويفضل كمان ان احنا يكون معانا علب صغيرة مثلا نجمع فيها القطع الخاصة بكل جزء، بحيث ان احنا نحافظ عليها وكمان نسهل على نفسنا تركيبها. حابة اقول لكم بقى على نصيحة لما نيجي نركب البازل دي. بما انها طبعا كبيرة كده وعلى الاغلب مش هتخلص من مرة واحدة، فيفضل ان احنا نركبها على مكان ثابت، زي اي ترابيزة مثلا تكون مش بنستخدمها كتير. او لو مش متاح عندنا حاجة زي كده ممكن نجيب قطعة كرتون تكون ابعادها اكبر شوية من ابعاد البازل، بحيث ان انا اركب عليها ولما اتعب مثلا خلاص بنشيل الكرتونة ونقدر نجيبها تاني وقت ما نحب نكمل على اللي عملناه قبل كده. حاجة كمان وحاجة مهمة جدا كمان حابة اقول لكم عليها لما تيجوا تشتروا البازل. يفضل ان انتوا تختاروا رسمة يكون فيها الوان كتير وتفاصيل كتير. ده هيخليها اسهل وامتع. لان انا كنت جايبة قبل كده رسمة تانية كانت عبارة عن مركب، وكان فوق سما وتحت بحر. فتخيلوا كم اللون الازرق اللي موجود في الرسمة. فكان في قطع صغيرة كتير جدا نفس اللون، فما كانش فيها اي فكرة، ما كناش عارفين القطعة دي بتتركب فين. فوصلنا لمرحلة كده ان احنا خلاص بقينا نمسك كل قطعة ونحاول نركبها نشوف ده مكانها صح او لا، لان خلاص ما بقاش فيه اي تفاصيل تبين لي قطعة البازل دي مكانها هنا او لا. فعشان كده المرة دي حاولنا بقى نتفادى الغلطة دي، وجبت رسمة يكون فيها تفاصيل كتير، حتى تكون مناسبة كمان لو في مثلا أطفال سنهم صغير هيستمتعوا بيها أكتر وهيفكروا ويشغلوا دماغهم كتير في إن هم يشوفوا القطعة دي ويحاولوا يقارنوها بالرسمة ويعرفوا القطعة دي مكانها فين. بالنسبة بقى للأماكن اللي موجود فيها البازل دي، أنا جبتها من السعودية من مكتبة جرير، وكمان موجودة على GN بس هي مش نفس البراند. بس هي بازل برضو فيها عدد القطع الكبير دي، وفيها أشكال كتير لو حابين تختاروا يعني الشكل اللي يعجبكم. لو في مصر أنا كنت جايباها من محل ألعاب اسمه هيملس، وكانت موجودة كمان في فيرجن ميجا ستور. لو الناس اللي بتتابعنا لو شفتوا البازل دي او عارفين اماكن بتبيعها ياريت تكتبوا لنا في الكومنتس عشان لو حد حابب يشتريها يبقى عارف الاماكن اللي متوفر فيها. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب تكون الفكرة دي عجبتكم، واستنوني في افكار تانية كتير. ما تنسوش بس تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة،
ويومكم سعيد.